السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم أتيتكم بفيديو جديد سأتحدث لكم عن بطبيعة الحال التشكيلة التي يمكن أن يعتمد على المدرب وليد الكراكي في المباراة التي ستكون غدا إن شاء الله، المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية وثم الكونغو الديمقراطية. فهذا فريق بطبيعة الحال لقد شاهدت بعض الفيديوهات المباريات اللي كان لعب مع زامبيا ولعب كذلك مع السودان، لعب مع مجموعة من الفرق، وبطبيعه الحال قدم واحد المستوى متواضع جدا. يعني كيفاش كيبني الهجمه، كيفاش كيلعب، كيعتمد على الاطراف، السرعه ديال اللاعبين، عنده لاعبين مهاريين بعض الشيء. يعني هو فريق مختلف جدا عن الفريق التنزاني. بطبيعه الحال مباراه الغد ستكون صعبه على الفريق الوطني المغربي، لكن العامل الايجابي الذي جاء بعد الفوز على الفريق التنزاني الذي كان اداؤه سيء ولم يقدم مستوى جيد، الحضور الديني سيكون عالي وفي اتم الجاهزيه للاعبين. يعني شفنا الميران التدريبي في المعسكر التدريبي، فشفنا بطبيعه الحال يعني اللاعبين كيتدربوا في اجواء جيده جدا. بطبيعه الحال هذا عامل يحسب، وكذلك في يعني يحسب في من ناحيه الحضور الذهني والحضور البدني. بطبيعه الحال لدي راي شخصي حول تشكيله المنتخب الوطني، ومتاكد ان الكل سيكون متفق معي ان وسط الميدان يحتاج لتغيير. بطبيعه الحال المدرب عليه ان يغير بطبيعه الحال اللاعب، بطبيعه الحال ملاح، لانه يرتكب اخطاء في بناء الهجمات وكذلك في بناء اللعب وفي افتكاك الكره في وسط الميدان، وبطبيعه الحال يرتكب اخطاء يسمح للفريق الخصم انه يبني الهجمه. احنا ما بغيناش احنا يكون هذه الاخطاء، خاصنا يكون حضور تركيز اللاعب اللي غادي يعطينا الدور الهجومي والدور الدفاعي في نفس الوقت. بطبيعه الحال واغلب التمريرات لا تاتي اكلها، ومن الاحسن ان يلعب اللاعب حارس ومعه في الجهه اليمنى أناحي، اللذان يتمتعان بانسجام وتفاهم في تبادل الكرة والتفوق في المهارات الثنائية وكذلك في بناء الهجمات. لكن يجب أن يدخل في الوسط بطبيعة الحال اللاعب اللي غيعطينا واحد الديناميكية، غيعطينا واحد بطبيعة الحال واحد التمريرات جيدة على مستوى الهجوم حتى آخر النص. ولكن آخر النص في المباراة الماضية لم يقدم مستوى جيد. بطبيعة الحال اما الاسلوب التكتيكي اللي كيعتمد عليه الفريق الوطني فيجب الاحتفاظ به كما هو يعني في طول يعني المباريات التي ستكون في المنافسات كأس افريقيا. ذلك بالاعتماد على التوازن التكتيكي. هذا كامور يعني رايي الشخصي ديالي، كنشوف ان التوازن التكتيكي، لعب الادوار الدفاعيه، غلق المساحات، يعني عدم ارتكاب الاخطاء. لان عندما تلعب مع فريق يلعب بتكتل دفاعي فهو يلعب على الهجمات المرتده والتحولات الهجوميه السريعه. هذا امر يعني لاحظت ان في اغلب الفرق الافريقيه، يعني هذه المنافسه ديال كاس افريقيا فهناك تقارب في المستويات ديال الفرق. يعني شفنا مفاجات كبيره، شفنا المنتخب بطبيعه الحال الغينيا الاستوائيه، الغينيا بيساو، شفنا كذلك المنتخب الجزائري تعادل، المنتخب المصري يمر في اسوأ النتائج بطبيعه الحال، وهو فريق لا زال يعني بطبيعه الحال شفنا ان محمد صلاح يعني تم الاصابه ديالو ولكن يقدر انه يرجع. المهم بطبيعه الحال والاعتماد على التوازن التكتيكي في الادوار الدفاعيه والهجوميه. اما بالنسبه للاعب الشيبي لا اعتقد انه سيلعب نظرا لتعافي اللاعب يحيى عطية الله الذي يمتاز بالسرعه ولعب عرضيات بشكل جيد، ستعطي حلول هجوميه بطبيعه الحال. يعني مع بطبيعه الحال العرضيات اللي كيعرف يعني عنده معهم بطبيعه الحال يعطي يحيى عطية الله انه كيقوم بتمريرات عاليه جدا وعرضيات تسمح يعني بخلق يعني فرص سامحه للتسجيل بطبيعه الحال. ومع تبادل الكره مع اللاعبين بوفال وحابت، يعني كاين واحد ثلاثي، يعني هناك تبادل الكرات، يعني كاين واحد تيكي تاكا، يعني كاين واحد امور جيده. ومع تبادل الكره مع اللاعبين بوفال وحارس والمساهمه في الاختراق من الجهه اليسرى، بوفال يتمتع يعني بمهاره فنيه في المراوغات والصراعات الفرديه، يقدر يصنع لك الفارق يعني في الشوط الاول اذا تم دمجه في التشكيله وعلى حسب جاهزيته البدنيه. اذا فبطبيعه الحال ستكون منافسه قويه جدا. يعني المباراه الغد ما يمكنش نتوقعوا النتيجه ديالها، لان الفريق الكونغو الديمقراطي يعني بطبيعه الحال عنده لاعبين من الطراز الجيد. يعني انا نعطيكم الاحصائيات اللي بطبيعه الحال من خلال الابحاث ديالي انه يحتل الرتبه بطبيعه الحال 63 يعني عن مستوى لا فيفا، ولعب 73 مباراه، فاز في 20 مباراه،
24 تم التعادل فيها، 29 بطبيعه الحال خساره، يعني ارتكب يعني بعض الاخطاء، بعض يعني لاعب بطبيعه الحال هذا المنتخب لا زال في التطور، في التطور. هذا يظهر انه فريق متواضع يحقق نتائج متوسطه بحوالي 40%، ويمتلك لاعبين مهاجمين يمتازون بالسرعه والشراسه البدنيه تمنحهم بعدم ارتكاب الاخطاء كثيرا وباستغلال الفرص التي تتاح لهم. بطبيعه الحال هناك لاعبين منهم ديو ميرسين بوكاني، يعني لعب في 48 مباراه، بطبيعه الحال سجل 22 هدف، يعني يعتبر من الهدافين ديال فريق الكونغو. وطبيعه الحال قام بجوج تمريرات حاسمه في بناء اللعب في الهجمات، هو لاعب سريع يلعب على العرضيات. يعني المنتخب الكونغو الديمقراطيه من نقاط الضعف ديالو انه يرتكب اخطاء في الدفاع، ومن نقاط القوه ديالو انه يعتمد على الاطراف والسرعه ديال اللاعبين وفي التحولات الهجوميه واللعب على العرضيات. هذه امور لقد لاحظتها من خلال تحليلي الشخصي. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. انا ان شاء الله متاكد انكم بطبيعه الحال استفدتوا بعض المعلومات في هذا الفيديو. السلام عليكم وشكرا.